السلام عليكم ودخول موفق إن شاء الله للجميع. إن شاء الله ربي ينجح لكم كامل وليداتكم. واني جبت لكم من اليوم بدوري باش نشارك معكم فرحتكم وفرحة وليداتكم لأول مرة يدخلوا للمسجد. نقول لكم إن شاء الله ربي يوفقكم ودخول موفق إن شاء الله. اليوم جبت لكم الخفاف اللي هو الفال اللي يديروه كبداية أول دخول مدرسي. يعني إن شاء الله يكون خفيف عليكم العام هذا ويجيكم ساهل. في الخفاف نتاعنا ساهل ماهل كما نقولوا ما فيه والو. درت مغرفه نتاع السكر، مغرفه نتاع خميره الخبز، وشكاره نتاع النواره خميره الحلويات، شويه ملح، ودرت هنا 3 كيسان نتاع الفارينه. 3 كيسان هادو تاع الفارينه. درت هاي الكاس الثاني ومن بعد نزيد الكاس الثالث. عبرت لكم بالكاس هكذا باش تكونوا متاكدين من المقادير، ودرت لكم مقادير يعني مضبوطه، فهمتوني؟ وحاولت نسهله لكم. هنا الكميه جاتني غير قليله برك، لكن تحبوا تضعفوا الكميه ضعفوا المقادير الا حبيتوا يجيكم حبات بزاف. هنا جبت الكاس تاع الاول تاع الماء، دخلته رميته على هذاك الخليط، وزدت الكاس الثاني وبديت نطم فيه. وهنايا طموه شويه جاري، يعني ماشي يشد روحه بزاف. وشنو السر تاعو في التخمار؟ خلوه يخمر واحد 2 خطرات الى 3 خطرات، يعني يخمروه يضاعف الحجم. عاودوا دخلوا ديك الخميره بيديكم، يعني عاودوا عجنوه وزيدوا خلوه يخمر. بعد زيدوا عاودوا عجنوه ولا تخوازيام فوا قرصوه قريصات صغار كيما نديروا البحاجب، وحطوه وبعاونوا يديكم بالزيت. دوك نوري لكم راني حطيت لكم كامل المراحل. هو ساهل ما ياخذش كامل الوقت ويجيكم ما شاء الله كما راكم تشوفوا في الصوره. هنايا راني نطم فيه، شوفوا كيفاش القوام تاعو. خلوه هكا، ما زيدوا له لا فارينه لا والو. انا غطيته وخليته دوك من بعد شرب لي السوائل. شوفوا خبطوه غير شويه هكذا، غير شويه، ما تدلكوا ما تعجنوا، يعني خفاف ساهل 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 كما احنا نحبوا حاجه اللي تجي بنينه وشابه وما تشدش اليد باش ما نوقفوش بزاف في الكوزينه. هنا راني نقول لكم بلي خلوه يخمر 3 خطرات كما فهمتكم، ومن بعد نقرصوه ونحطوه في السنيوه. شوفوا هنا بعد ما خمر لي 3 خطرات، شوفوا كيفاش نديكازيوه، نخبطو بيدنا هكذا باش نخرجوا له ديك الخميره، فهمتوني؟ هكذا باش نبدا نقرص فيه. شوفوا شحال تولينا لاباط شابه. هذه 2 فوا 3 فوا قلت لكم وانتم ديروا في هذه العمليه تاع تهبطوا له الخمور. هنا نستعين بشويه زيت. انا نعطيكم كامل يعني لي الصغار اللي يعاونوكم سيرتو المبتدئات. شوفوا كيفاش تقرصوا وتحطوا في السنيوه تاعكم، تدهنوا يدكم غير بشويه فقط، تقريبا تزلق لكم العجينه بيدكم ما تلتصقش هكذا. وتحطوا تقرصوا عينكم ميزانكم، ما كان لا تقيسوا ميزان وكذا وكذا نورمال. هالا نقرصوا كامل الحبيبات تاعنا. شوفوا كيفاش راني ندير، تعاودوا تدخلوا من الداخل العجينه باش تعاونوا روحكم وما تلصقش في يديكم. ولا شتوها لصقت زيدوا غير شويه زيت، اصلا هو حيت يتقلى في الزيت يتقلى في الزيت، تما ما تخافوش. فوالا هاني كملت الحبيبات تاعي. دوك نوري لكم كيفاش الطريقه، كيفاش تخلوا مليح العجينه، يعني تعبزوها بكف يديكم. شوفوا باش تلايموا لها كامل هذوك الحبيبات. فوالا تكملوا كيما راكم تشوفوا. فوالا تضغطوا وتحبطوا شغل لتحت، تحبطوا لتحت هكذا وتحطوا الحبه تاعكم هكذا كيما راكم تشوفوا. انا كملتهم نغطيهم خليهم شويه يختمروا لو طول، يعني نسخن في الزيت تاعي. هنا شوفوا كيفاش الطريقه هذه اللي ما تعرفش تفتح الحبه تاعها تاع السفنج ولا الخفاف، جيبوا تبيسي حطوا الحبه تاعكم، عاونوا روحكم بشويه تاع الزيت وفتحوها في هذا التبسي. ومن بعد رفدوا التبسي روحوا للمقله، يعني قدام المقله قدام التبسي، باش ما تبداش تعوج لكم، باسكو كاين اللي ما يعرفوش يمانيبيوليو العجينه، فهمتوا؟ فوالا هايليك شوفوا. من بعد نرفدها من التبسي ونحطها فوق المقله تاعي في الزيت. هايليك الزيت، والزيت ما ديروش بزاف،
يعني نص المقله، ما با نص المقله. وتبداو ترميو عليها الزيت هكذايا بالمغرفه باش تتنبل. شوفوا كي تبدا تتنبل هاي راح تحمر لكم الجهه التحتانيه، اقلبوها. هايليك دوك هنا راني قلبتها الدوزيام للجهه الثانيه وتنحوها. وهاوليك الخفاف تاعنا واجد. انا نقول لكم ان شاء الله شهيدكم في الجنه، وان شاء الله يكون كما قال فعل الخير عليكم. اتمنى لكم ان شاء الله كل الخير، ومع السلامه.